السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ماسك التفتيح. أي أماكن داكنة في جسمك ده اللي بتحطي فيها ماسك التفتيح ده. أنا جربته وطلع نتيجته حلوة جدا، هجربه تاني وهعمله تاني لحد ما التصبغات اللي في جسمك تتشال، ممكن في الكوع، ممكن الأجزاء اللي هنا، ممكن أي أماكن داكنة في جسمك تقدري تعمليها. يلا نقول بسم الله ونبدأ المكونات معانا. معايا طبعا هنا نشا، المكون الأساسي هو النشا. بسم الله. واحد، اتنين، تمام كده. هنجيب بعد كده المكون الأساسي وهو زيت جونسون. بسم الله. وهنبتدي نعمل كده، نرش كده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هو انت أول ما بتحطيه أكنك بتحطي سمنة، هتلاقيه ايه بتشرب كده وايه وتنعنع كده في قلبه زي ما بيقولوا. هنبتدي نحطها لحد ما يبقى كريمي. وفي طرق تانية برضو هنعملها بزيت الجونسون، بس بقى ايه مكونات تانية. طبعا زيت جونسون لا غنى عنه بصراحة، المفروض يبقى في كل بيت، وطبعا احنا عارفينه ليه فوائد كتيرة جدا، استخداماته للأطفال. طبعا الإزازة دي بحوالي 45 أو 55 حاجة زي كده. بصوا لحد ما تحول القوام الكريمي ده. هنبتدي بقى نحطه على الأماكن اللي انت عايزاها تتفتح في جسمك. ده مينفعش على البشرة، على الجسم بس فقط لا غير يا بنات. بصوا استنوا، عايزة بس أوريكم الماسك وفوايده. ايوه هو كده ايه القوام اللي هو المطلوب. هنقفل بقى الازازه بتاعتنا وهنبتدي نحط الماسك ده حوالي ربع ساعه. نحط على الجسم وبعدين تفركيه، وبعدين تغسليه عادي بميه فتره الحنفيه. وكده بنكون انتهينا من الوصفه بتاعتنا. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده نال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نزور من الجديد، مع السلامه.